هلو من يوم جديد ورجعنا تاني لأيامنا، واحنا النهارده يوم الجمعة. قولولي بقى لازم ينسى شباك مفتوح. قولولي بقى بايته النهارده عند ماما، فهنروح بقى عند ماما النهارده. بقالنا من ساعة ما رجعنا من السفر، بقالنا اسبوع بالظبط ما روحتش هناك خالص، لان انا كنت طول الاسبوع اللي فات ده تعبانه جدا جدا جدا. فالنهارده اول يوم بقى هروح عند ماما بعد اسبوع. فتعالوا بقى نشوف ماما عامله لنا اكل ايه. طبعا خناقه كل شويه، كل ما ننزل نلاقي العيال سايبين شبابيك العربيات مفتوحه كل شويه. فالنهارده بقى للاسف اختي مش هتكون موجوده معانا، اختي امنيه مش هتبقى موجوده معانا عشان هي مسافره، نكون انا وساره بس. والنهارده يا جماعه ماتش كاس العالم بتاع مصر واستراليا، فان شاء الله دعواتكم ان مصر اللي تكسب. استنوا معايا بقى بقيه الفيديو. السبلته دي كانت بتاعتها وده بقى الفطار بتاعي. بصوا يا جماعه احنا لابسين احمر النهارده، احنا الاتنين لابسين احمر عشان خاطر الماتش النهارده بتاع مصر، فان شاء الله بقى مصر تكسب. طبعا لازم نقف نجيب البيبسي. يا جماعه قولولي نفسي بجد ابطل البيبسي. بعد ما بطلتها رجعت لها تاني للاسف رجعت لها تاني بسبب موضوع المصيف. بقيت بشرب كوبايه واتنين وتلاته. فمن ساعه ما رجعت المصيف، ان هو بقالي اسبوع راجعه من المصيف، باسبوع المصيف بقالي اسبوعين بالظبط بشرب بيبسي بطريقه هستيريه، اللي هو انا مش عارفه اكل من غير البيبسي. فادعوا لي بقى ان شاء الله الاسبوع ده ان انا خلاص اخر يوم ليا فري بكره، وبعد كده هرجع تاني للدايت بتاعي وللجيم بتاعي، لان انا كل ده ولا بروح دايت ولا بروح جيم ولا بعمل دايت قصدي، ولا بعمل جيم ولا بعمل اي حاجه. فاكتبوا لي في الكومنتات مين بيلعب زي قدام البيبسي اهي. لسه بقى ايه مش عارفه اقول لكم على بعض نلي بره. دلوقتي بقى مصر لسه كسبانه الحمد لله. كسبنا استراليا 2-4 الحمد لله، ضربات جزاء. منتخب مصر ده عظيم وعالمي عالمي عالمي عالمي. ان شاء الله بقى بكره هنقابل، مش بكره بقى، ان شاء الله بعد كده هنقابل الارجنتين. مصر هتقابل محمد صلاح، هيقابل ميسي، واحنا ان شاء الله باذن الله احنا اللي هنكسب. طبعا النهارده بقى الساعه 1 الارجنتين هتلعب باذن الله تخسر. لو خسرت احنا مش هنقابل الارجنتين. فادعوا بقى لمصر يا جماعه، دي بتدعوا لمصر وتقولوا يا رب مصر تكسب كاس العالم ان شاء الله يا رب مصر تكسب كاس العالم. هنزل لكم بقى في الفيديو. واحنا بقى كنا هنا متجمعين كتير قوي بنتفرج على الماتش، وبعد بقى ما كسبنا احتفلنا وشغلنا اغاني وقعدنا بقى نهيص جامد بقى، لان احنا كنا يعني الحمد لله كان عندنا يقين ان مصر هي اللي هتكسب. فعلا مصر هي اللي كسبت، فكنا فرحانين جدا 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 جدا، اللي هو لدرجه ان احنا اساسا بقينا نصوت، يعني من كتر لما مصر تجيب جون او يسدوا حاجه او مش عارف ايه نقعد بقى نصوت، اللي هو فرحانين بقى. فالحمد لله ربنا ما كسرش فرحتنا، والحمد لله مصر كسبت. عقبال الماتشات اللي باقيه ان شاء الله باذن الله مصر تتاهل للكاس العالم. احنا كده مصر اتاهلت للدور 16 الحمد لله باذن الله. بقى استنونا في الماتش اللي جاي وهوريكم الاحتفالات، والماتش اللي جاي هننزل بقى في وسط البلد عشان نوريكم الاحتفالات ونفتح لايف من هناك. فاستنونا بقيه الماتشات. بص اختي الجاسوسه ما تظهريش هتباني. بتقولي ايه؟ بتقولي الماتش الجاي اكيد هنروح. بتقولي الماتش الجاي، انت بتقولي ايه؟ ده الماتش الجاي اكيد مصر اللي هتخسر. جاسوسه وخاينه، انت خاينه. مش خاينه يا بنتي، انت عارفه هتلعبي مين؟ طب ما ممكن الارجنتين تخسر النهارده اصلا، ايه المشكله؟ يا رب يخسر، بس اكيد هنلاعب برضه فرقه كبيره. لا ده عادي، الأرجنتين حتى لو فرقه كبيره يا جماعه. انا مقتنعه ان مش مصر، انا مقتنعه ان الكوره دي نصيب وحظ وملهاش علاقه بان ده بيعرف يلعب او لا. اصلا يا ريت فان شاء الله احنا اللي هنكسب الكاس، او حتى نتاهل للنهائي. ده بالنسبه لنا ان احنا كسبنا. هتلعب مع مش فاكره. ان شاء الله نكسب عشان الاعداء اللي واقفين ورانا دول. اعداء ايه؟ حرام وحد كان نفسي يكسبوا. وفي حد انت عارفه اصلا ان احنا طالما وصلنا اصلا لدور ال 16 دي عمرها ما وصلت، يعني عمرها ما حصلت في التاريخ. ايوه صح، دي الحمد فمجرد لله ان انت اصلا وصلتي فمصر كسبانه، فالحمد لله يعني الحمد لله اول مره
ان شاء الله بقى، ان شاء الله مصر اللي هتكسب عشان خاطر الناس دول اللي بيفضلوا يقولوا كلام ملوش اي لازمه. على فكره افوالكم من افواهكم، صح ولا غلط؟ صح. فان شاء الله احنا اللي ان شاء هنكسب الله مصر تكسب. ان شاء الله، باذن الله باذن الله باذن الله. فنشوف بقى النهارده طبعا الفيديو، انا عارفه الفيديو هينزل لكم متاخر، تبقى مصر كسبت كاس العالم ان شاء الله. فما تنسوش تشجعونا بقى وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وهتلاقوا فيديوهات من الاحتفالات بتاعتنا هنزلها لكم في نفس الفيديو عشان تشوفوها. التحفه ده عصير سموزي، اللي هي الباكيتات اللي اسمها يلا سموزي دي نازله الايام دي كتير. فده بطعم الاناناس، فضربته الخلاط مع التلج. بس بص عمل رغاوي من فوق، وانا بقرف جدا من الرغاوي، فهستنى بقى الرغاوي دي تروح او هقوم اشيلها بالمعلقه واشربه عشان مش بحب الرغاوي خالص. النهارده بقى جايه لكم بشكل جديد. ايه رايكم يا جماعه في الاسدال ده، بعيدا عن الحاجات اللي ورايا دي؟ ايه رايكم في الاسدال ده؟ تحفه تحفه تحفه، وكانت حاجه نفسي فيها، وصاحبتي حبيبتي ربنا يخليها ليا هي اللي عملتهولي. بصوا حلو جدا جدا، طري 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 خفيف. انا اصلا بحب القماشه دي جدا في اي اسدال، مش بحب اللي هي الليكرا او الفسكوز، عشان الفسكوز دلوقتي بقى مضروب اصلا. بحب القماشه اللي هي اللاميه دي. بلاش انتي روحي البسي، مش عايزه اقولها لكم عامله ازاي. فقماشته عامله ازاي يا لولا؟ بصوا نيلي هتموتوا تلبسوا، تحفه طري جدا جدا جدا. وانا اصلا كان نفسي فيه قوي الشكل ده من بدري. هصوره لكم جوه قدام المرايه بالكامل عشان تشوفوه. دلوقتي بقى هنعمل عشاء، انا لسه ما رجعتش الدايت يا جماعه. فدلوقتي هنعمل عشاء بقى، واللي هو كريب. هنتعشى كريب، احنا بنعمله في البيت احلى من بره بكتير. بصي بقى انا عملت ايه؟ والشفاط كالعاده باظ. عملت ايه؟ لا طبعا مش هينفع. فتعالوا بقى نعمل مع بعض الكريب. الخلاط ده صورت لكم بيه السموزي اللي عملته. عملت سموزي تحفه، عملت سموزي وشربته من غيري، عملت عصير. ليه؟ طب ما انت كنتي خارجه، كنت سبتيني. انت اكلتي ايه وانت بره؟ ما اكلتش حاجه والله. انا اقدر اشرب حاجه من غيرك يا جميله؟ فين؟ سبتلك في التلاجة، بعد العشاء بقى اشربيه. فتعالوا بقى نعمل مع بعض الكريب وهوريكم بنعمله ازاي. استنى هوريكم ايه الحاجات اللي جايباها، هصورها لكم دلوقتي. بعدين بصوا بقى، ده عيش الكريب اهو، ده بنجيبه بيبقى طازه كده طري. واستنى اقول لكم ده ايه بعدين. وده اللي هي ستريبس بتاعت سمارت فود اهي. استنى مش عارفه افتحها بالواحده اهي. دي ستريبس بتاعت سمارت فود، بتبقى حار. دي احلى ستريبس بحبها. في ناس بتحب اللي هي اسمها ولعتين، بس انا بحب سمارت فود. وده بقى اسمه لعنه الفراعنه، ده بتاع نمل يا جماعه، عشان احنا في الصيف، فالصيف بيبقى كله نمل. فده جبناه ولسه هنجربه، لما اجربه اقول لكم رايي فيه، عشان لقيت الدنيا بقى بتبتدي النمل اللي هو الاصفر الصغير ده. فجبنا بقى الرش ده، هجربه واقول لكم رايي فيه. فتعالوا بقى نعمل مع بعض الكريب. بصوا بقى دي طاسه الزيت، محدش يستغرب من لونها ولا شكلها، عشان انا بصوا بوظت صوت كتير ويئست وقلت خلاص الحاجه اللي هقلي فيها، يعني عامله تسطين للقلي، اللي هي الغويطه اللي اسمها ووك تقريبا، مش عارفه اسمها ووك ولا بيسموها ايه يعني. فعملت طاستين، واحده غويطه وواحده عاديه، دول اللي هيبقوا في القلي على طول، اللي هما هيتغسلوا هيفضلوا محروقين كده، بدل ما ابوظ الطاسات كلها، لان الزيت بيبوظ كل حاجه. فدي سبتها للقلي بس، هي هتبقى لونها كده على طول. يعني هي بصوا هي نظيفه، يعني بصوا هي كده نظيفه اهو. بقى حطينا الستريبس زي ما انتم شايفين، وجهزت الطبق وكل حاجه عشان نطلع عليه. بس يا لولا بصوا بقى، انا هفتح لكم باعتراف، انا استحاله اعرف الف. يعني كل ما اجي الف الكريب افضل اعمل نفسي فيها شجاعه ان الف كريب، بيبوظ مني. كل ما الف كريب لازم يفتح مني، لان احنا بعد ما بنلف الكريب بنحطه على الطاسه تاني عشان ياخد وش. فكل نيلي ايه يا نيلي، ايه كل ما بقعد الف فيه عمال يتفتح. فعمرو بقى بصراحه هو اللي بيعرف يلف جامد، يعني بيظبطه بصراحه، بيظبطه. فانا الكريب بتاعي اي حد يعرفني عارف ان الكريب بتاعي من غير جبنه وايه، من غير جبنه ايه يا لولو؟ ها الجبنه مش وايه؟ ها بتغش زيتون.
لما اجي اطلب اي اوردر الكريب بتاعي من غير جبنه وزيتون، الكريب بتاعي من غير جبنه وزيتون، فانا هنا بعمله من غير جبن خالص ولا اي حاجه. وانا بقى بصور دلوقتي خدت بالي من الفوطه بتاعت المطبخ اللي حطاها على حوض السمك. ده حوض سمك كنت مشغلاه بقالي سنين، بس السمك للاسف مات اللي فيه. قعد معايا سنين، يعني السمك قعد معايا كذا سنه فمات. استنى. فلما السمك مات بقى قعدت فتره ما جبتش مكانه، فان شاء الله الايام الجايه هننزل مع بعض المحل بتاع السمك، هنجيب سمك جديد وهربي بقى سمك من تاني. ده عشقي عشقي عشقي. السمك يا جماعه بيموت لما حد بيبص عليه، يعني السمك بياخد العين، فاهمين ازاي؟ يعني لما حد بيبص له خلاص كده السمك بيموت. يعني دايما لما مثلا يجي لي ضيوف، مش شرط ان هم يحسدوه، بس مجرد ما بيجي لي ضيوف ويعجبهم الحوض لازم سمكه تموت، فده مش عيب منهم يعني، بس هو السمك كده يعني اللي هو مش عارفه اقول لكم ايه، نجم خفيف. فان شاء الله قريب هننزل مع بعض نشتري سمك مع بعض، وهوريكم كل انواع الاسماك وهتكلم عنها كلها لان انا عارفاها كلها. فاستنوا بقى معايا في الفيديو اللي هنشوف. بصوا لابسه ايه، لابسه ايه دي؟ لا لسه مطبخه المهم. ما تلفيش عشان ما يشوفوش الفضايح كلها. ما ننفعش. لا ما تلفيش. لابسه المريله واقفه على ايه؟ مين اللي قال هياكل كريب؟ انا. انت اللي اخترتي؟ انت ولا بابا؟ بابا. يا ايه ده دي؟ كوشي. كنت هوديها فين دي؟ ارميها. لا. بصوا بقى هنا بنجهز بقى للكريب. هنا هم حاطين جبن، هيحطوا جبنه. دي جبنه ايه دي؟ ميكس تشيز. ميكس تشيز. وده صوص شيدر. صوص شيدر. وهناك بقى الصوصات كاتشب والمايونيز. لكن انا بقى بحط بسطرمه وهالبينو بس. بحط بسطرمه وهالبينو. وكنت الاول كنت ساعات بكرمل البصل. لا انا بتكلم على الجبنه، يعني مش بحط جبنه. يعني الكريب البص بتاعي بيبقى فاضي وهم بتاعهم بيبقى مليان. ايوه شايفين؟ انا اي حاجه من الحاجات بحبها، بس الا ما يعني ما بتحبش الحاجات اللي انا بحبها، وانا ما بحبش الحاجات اللي بتحبها. يعني مثلا ده عشان ده سبايسي. انا لو مش سبايسي اكله عادي. لكن البسطرمه والجبنه الموزاريلا والستريبس والوايت صوص كل حاجه انا بحبها الا ده. هوريكم بقى واحنا بنحط الستريبس واحنا بنقفلها. بصوا الكريب ده بتاعنا. اشمعنى ده بتاعي؟ انا عشان واقفه قدامه. شيف يا جماعه، والله ده شيف. بتبصي له كده ليه؟ ها مش عاجبك الكلام؟ ورينا. بصوا بتاعهم مليان ازاي وانا بتاعي فاضي. انا لسه حطيت لك حاجه. انا مش بتكلم عن الفراخ، انا بتكلم عن اللحمه. اللحمه. لحمه ايه؟ مش بتكلم عن الفراخ، انا بتكلم عن الجبنه. يعني قصدي جعانه شكلي. قال لك ما تاخديش جبنه؟ جعانه انا شكلي. اطلبي جبنه على طول. والله يا جماعه سبحان الله بقى، سبحان الله. ده الاصفر اللي فوق ده. ده الاصفر ايه؟ الاصفر ده تشيز ميكس جبن اللي هو الشيدر. بصوا يا جماعه والله احلى من بره. احنا اصلا من ساعه ما بقينا بنعمل كريب في البيت، يعني ما تكترليش، انا مش بحب المايونيز قوي. من ساعه ما بقينا حطيت لي بسطرمه زياده تاني. لقيته بسطرمه هحط لك هرمي لك على الوش تاني. ماشي. من ساعه ما بقينا نعمل في البيت وانا بقيت بحب بتاع البيت اكتر من الشارع. يعني بحب تاني، بس بقيت بحب بتاع البيت اكتر. بدأ اقول له ده انت اللي بتعرف تلفه وانت اللي بتعرف تعمله. ورينا بقى. والله انسي. ورينا بقى. انسي. في بهدله وبتبقى كل حاجه بهدله، بس هو طبعا ما ينفعش ان انا اقفله بالطريقه دي. لازم الكريب عشان يتقفل لازم يتلف. يتلف ازاي بقى؟ تمسك الكريب كده وتروح لفاه بقى عصراه كده، تلم الاكل بتاعه كده كله. شطور، برافو. شفتوا بقى الشطاره؟ بس طبعا يا جماعه العيش بتاع الكريب دوت بيبقى غير اللي بتاع المحلات. بتاع المحلات بيبقى اكبر. بيبقى اكبر في الحشو وبيبقى واخد راحته، لكن هنا عشان العيش بيبقى صغير فبيتقطع يعني. بس احنا بنحطه بقى على الطاسه بتاعت النار، على النار. فانا الكريب بتاعي اساسا مش هيتقفل. بصوا عامله ازاي؟ مش هيتقفل.
بصوا. حاول بقى. فده عشان يلا. اقفله لازم اقعد انظم فيه كده، نظم واجيب ده كده نظم، برافو. عشان اعرف ان انا اقفله. برافو. ومش هيتقفل برضه، مش هيتقفل القفله اللي هو ايه اللي في خيالكوا يعني، بس هنحاول. هنحطهم بقى على طاسة الكريب. بسم الله. بسم الله. يا لهوي طيب. ايديك اتبهدلت. يلا بصوا، بنعصر بنعصر بنعصر. برافو. واللي بيتبقى بقى مننا بنحطه في الكريب بتاعي. بنطلعه من هنا. بنحطه بصوا الكريب كده. لما اتقفل بقى عامل ازاي. هوريله لما يخلص عامل ازاي. دي طاسة الكريب. نقعد نحطه كده عشان يقفل. يلا هات التاني. دي الطاسة دي بتاعت الكريب اصلا، مش بنعمل بيها حاجة تانية غير الكريب، هي اصلا اسمها كده طاسة الكريب. دي اهم حاجة في المطبخ، لولا وجود دي ما كانش الواحد هيقدر يعيش في المطبخ بجد. الجو نار نار يعني، انا واقفة اهو ما كملتش نص ساعة في المطبخ هموت من الحر لولا دي بقى. بصوا بقى، بصوا المنظر ده بتاعي ده، بصوا بتاعي عامل ازاي. واهم حاجة البيبسي. الحمد لله ما استحميتش.